ومن غير لا فرد ولا عجن هتعملي أحلى بقلاوة على شكل وردة وحصري ولأول مرة. هنعملها مع بعض بالشكل الجميل ده بدون أي تكلفة إطلاقا. هنعملها مع بعض ب9 ورقات جلاش بس، بأسهل طريقة وأسهل ما يكون تقدري تضيفيها صنف جديد للمنيو بتاعك في خلال شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. وكمان هتنفعك في العزومات لو أنت معزومة عند أي حد أو أي حد معزوم عندك. بجد بجد وصفة هتشرفك جدا جدا وينبهروا بيها، وجديدة وأحلى من التورت وأحلى من الحلويات وأحلى من الشوكولاتات في أي زيارة. وكمان هاقول لِك إزاي تعملي كريم شانتيه متماسك بالشكل ده. طبعًا كل اللي متابعني عارف إن ده صنف من ضمن الأصناف اللي أخدت بيها مركز أول في المسابقة، وطبعًا الكريمة كانت متماسكة جدًا وده السر اللي هاقوله لِك في قلب الفيديو. والحمد لله وبفضل الله. يعني الوصفة تنفعك في كل حاجة وأقل التكاليف. لو أنتِ بتشوفيني لأول مرة، أنا اسمي رشا النشاوي. يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير للفيديو وشاركيه لكل أصحابِك عشان الكل يستفيد من الوصفة. قبل كل حاجة هنعمل السيرب الأول لأن لازم يكون بارد. هنحط هنا معانا كوباية ونص سكر وعليهم كوباية مية وكمان معلقة عسل جلوكوز، ونحط عليهم عصرة نص ليمونة ونحطهم على النار. بعد ما يغلوا ما هياخدوا معاكي من 10 ل 15 دقيقة عشان لازم السيرب ده يكون تقيل يا جماعة. بعد ما يبرد، بعد ما ينزل على النار نحط عليه ذرة فانيليا ونسيبه يبرد قبل ما نسقيه للجلاش معانا أو للوصفة معانا. بعد كده جبت لفة جلاش، اللفة دي يا جماعة نُص كيلو، أنا قصدت إن أنا أجيبها كلها قدامكم عشان تتأكدوا إن أنا عاملاها من 9 ورقات بس. أي لفة جلاش بتكون بالضبط من 18 ل20 ورقة، أنتِ بتاخدي النُص بتاعها، يعني يا إما 9 يا إما 10، جات 8 ما فيش مشكلة، يعني هتمشي معاكِ، المهم إن هي من ربع كيلو جلاش بس. أخدت كده ال9 ورقات حطيتهم في جنب والباقي لفيته كده وحطيته تاني في الفريزر واستخدمته. حابة إن أنتِ بقى تزوّدي في الوصفة وتعملي كمان يعني تضاعفي الكمية تعمليها من نُص كيلو، ما فيش أي مشكلة، بس أنا أقصد أقول لِك إن كل واحدة بتكون 9 ورقات بس أو 10 ورقات. بعدين جبت كده 9 ورقات قدّامي وبدأت إن أنا كده أطبّق كل ورقة لوحدها عشان تكون جاهزة معايا على الفرد على طول. وبعد كده هالفّها كده في فوطة علشان ما ينشفش قدّامي. جِبت هنا بقى كوباية إلّا ربع كده سمنة، طبعًا هي مش هتاخدها كلّها وتكون سايحة. وبدأت إن أنا كده أفرد السمنة على كل الورقة بالشكل ده. وهاكرر نفس الحركة دي بالضبط، أحط كل الورقات فوق بعض بنفس الطريقة وبنفس التكنيك وبنفس الشكل، مع مراعاة إن أنتِ لازم تكوني مخلّية السمنة على جميع الورقة، ويكون طبعًا السمنة سايحة عشان ما تاخدش معاك كمية سمنة كتير. وكمان تكون الورق يكون متساوي فوق بعض، الطرف على الطرف بالشكل ده. بعد ما أخلّص الكمية هنا، أنتِ عندِك هنا يعني حلّين أو طريقتين علشان تقطّعي الورق ده، ركّزي معايا هاقول لِك على الطريقتين. طريقة إن أنتِ ممكن كده هتجيبي بالمسطرة وهتقيسي، هتقيسي النُص الأول وتقطّعيها زي ما هتشوفيني باقطّعها دلوقتي. والطريقة التانية إن أنتِ وهي كده مفرودة قدّامِك هتقطّعيها 4 في 4، 4 في الطول و4 في العرض. يعني هتاخدي ورق بالنُص الأول وكل نُص تقدري ترجعي تقسميه تاني بالطول وبالعرض. تمام؟ تمام. طبعًا لو مش النقطة دي مش واضحة لِك اكتبي لي في التعليقات وأنا إن شاء الله أفهّمها لِك تاني. يا إما الطريقة التانية اللي أنا باعملها دلوقتي دي، إن أنا كده باقسم النُص بالطول الأول وبعدين هاحط الاتنين فوق بعض. خدي بالِك إن آخر ورقة أنا ما دهنتهاش سمنة عشان أقدر أحطهم كده فوق بعض بالشكل ده. آخر ورقة مش تدّهن سمنة. بعد ما أخدت كده بالطول النُص هارجع تاني بالعرض نفس الحكاية. كل نُص هاقسمه هاحطهم كده فوق بعض علشان تكون معايا يكون المقاسات متساوية مع بعض. لو واحدة كبيرة شوية واحدة صغيرة شوية صدقيني مش هتفرق في الآخر كمان مش هتبان. قسمتهم بالشكل ده لحد ما خلّصت كل الكمية. يا إما زي ما قُلت لِك إن أنتِ تحطّيهم قدّامِك وترجعي إن أنتِ تفردي كده كل واحدة تعملي 4 في 4 زي ما قُلت لِك. هتجيبي بقى واحدة، واحدة بالشكل ده وتقسّمي زي ما أنتِ شايفة تيجي كده من طرف كل خط مستقيم أو مش عارفة كل ضلع كده هتعملي شرطة بالشكل ده، يعني هتسيبيها شابكة من النُص بس. هتقطّعي كل أضلاع المربع بالشكل ده وتسيبيها شابكة من النُص. هتعملي واحدة بواحدة يا إما هتحطّي كده الكمية كلّها فوق بعض زي ما أنتِ شايفة كده. شايفين أنا حطيت الكمية كلّها فوق بعض وعملتها وبرضه طلعت مضبوطة أهي. أنا يعني كل الطرق باعملها معاكم. الموضوع سهل وبسيط جدًا مش هياخد معاكِ أي وقت إطلاقًا. حطيت برضه الكمية فوق بعض وترجعي تشيليها لإن طبعًا الطبقة الأخيرة ما كانش عليها سمنة ما فيش أي حاجة هتلزق إطلاقًا. فردتهم بقى بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. هاجيب بعد كده بقى
قالب الكب كيك ده الراعي الرسمي معانا، واحط فيه مسحه سمنه بالشكل ده، وابدا احط فيه كل واحده من الورق البقلاوه او ورق الجلاش، هتقوم جايبه معاكي شكل ورده، شايفين بالشكل ده، هتظبطيها بالشكل ده هتقوم طالعه معاكي بشكل ورده. مش عندك قوالب كب كيك، اي قوالب عندك هتنفع فيها، قوالب طارت، قوالب اللي هي الكب كيك اللي هي الالومنيوم اللي هي الكوبايات دي، اي كوبايات بتدخل الفرن، اي حاجه بتدخل الفرن عندك هتنفع فيها. شايفين اهي حطيتها كده بالشكل ده، ضغطه تثبتيها بس كده في الارضيه عشان يبقى لها قاع من تحت، يكون القاع بتاعها مظبوط لحد ما تخلصي كل الكميه بالشكل ده. في اللحظه دي انا جبت هنا سمنه، يعني حطيتها كده، مشيت كده فرشه السمنه على الوش بتاعها، بس تقريبا ما جاتش في التصوير الكاميرا فصلت. شايفين شكلها يا جماعه؟ ادي شكلها، هتاخد شكل الورده اهي زي ما انتم شايفين، طلعتها من الكب قبل ما تدخل الفرن، اخدت معايا شكل الورده. تقدري تعمليها في كل حاجه، تقدري بقى ان انت بقى تحشيها مكسرات قبل ما تدخليها الفرن، تقدري بعد ما تطلعيها من الفرن تحشيها كاستر، تحشيها مهلبيه، تحط عليها مكسرات متحمصه، بصي كريمه، كل حاجه تقدري تحطي صوصات، بيستاشيو، نوتيلا، كل اللي انت حباه تقدري ان انت تزينيها قطع فاكهه هتنفع كمان. شايفين يا جماعه؟ ده شكل السيرب زي العسل التقيل، عسل النحل بالظبط، لازم يكون بارد. انا هنا طلعت الورقات الجلاش او الوردات دي في صينيه كده، وبدات ان انا اسقيها، ما حبيتش ان انا اعملها في الكب كيك عشان ما ارجعش ان انا امسحها تاني، وسبتها بقى عشان تشرب السيرب بتاعها. لازم تسيبها لحد ما تشرب السيرب بتاعها وبعدين تصفي السيرب الباقي. طبعا اخدت معاكم كميه السيرب، وفي الباقي كمان هيتصفيه، لان معروف ان لازم البقلاوه او الجلاش بتاخد كميه سيرب كتيره والاخر تصفي الزياده. هنسيبها بقى هنا على ما تبرد، هكون عملنا مع بعض الكريمه هنا معايا 3/4 كوبايه كريم شانتيه خام بدون سكر، لاحظ انا بقول من غير سكر يا جماعه، وكمان نص كوبايه باستري كريم وربع كوبايه حليب بودر، هيتضربوا، حط عليهم كده كوبايتين ميه متلجين وهتضربوا بالشكل ده. هيتبقى معاكي جزء من الكريمه، تقدري ان انت تقللي كمان من كميه الكريمه، مفيش اي مشكله. وضربتهم بالشكل ده، كل شويه كده تشيل كده بالاسباتول، تشيل الجوانب وتنزلي الجوانب علشان اي تكتلات تبقى معاكي. طبعا الكريمه دي يا جماعه طعمه جدا، انا اللي ما حطيتش سكر ده يا جماعه التيب بتاع الورده، عشان اللي حابب يعمل له سكرين شوت. لو عايزين الرقم بتاعه سيبوا لي في التعليقات، لان بصراحه انا ناسيه دلوقتي الرقم ايه. طبعا الكريمه دي يا جماعه باتت عندي، كنت عامله الوصفه للمسابقة قبلها طبعا بيوم، وكان في عز الحر، كانت بقالها أكتر من شهرين أو شهرين ونص تقريبا، وباتت وقعدت تاني يوم في الحر. طبعا الكريمة تماسكت أكتر ولا ساحت ولا جرالها أي حاجة إطلاقا، وبالأمانة ده حصل. كنت محتارة أعملها إزاي، والجو حر طبعا ما كانش ينفع تبات في التلاجة، لأن طبعا الشرقي المفروض ما يتحطش في التلاجة أساسا. جبت بقى زينتها بالشكل الجميل ده، وجبت الورق الكب كيك ده والتل، وعبيتها بالشكل ده، احلى هديه لاحلى مناسبه. وطبعا كنت انا عاملاها كده في المناسبه انا اسفه في المسابقه بنفس التقفيل بالشكل ده، كنت حاطاها مع البسبوسه اللي نزلتها معاكم قبل كده والكنافه، وكانوا على طبق شرقي. طبعا احلى هديه، ده بوكيه ورد يا جماعه، احلى هديه واحلى حاجه تقدري ان انت تقدميها في اي مناسبه، لو انت رايحه زياره في عزومات رمضان، لو انت كمان شغاله اونلاين تقدري تدي فاصل في جديد المنيو بتاعك، اي واحد خاطب احلى من اي جاتوهات او اي شوكولاتات، بجد بجد هتشرفك جدا، وبمقادير بسيطه جدا كلها في البيت، مش محتاجه اي تكلفه اطلاقا. طبعا كل اللي شافها فكر ان هي ديت مش جلاش وانها بقلاوه، كتير جدا قال لي عايزين طريقه البقلاوه اللي انت كنت منزلاها في الطبق اللي كنت داخله فيه المسابقه. شايفين يا جماعه الكريمه ما شاء الله اللهم بارك متماسكه ازاي، قعدت يومين بره الثلاجه. بالنسبه للوصفه دي قعدت عندي 4 ايام بره الثلاجه، والكريمه والله العظيم ما ساحت ولا حاجه. وطبعا ايام المسابقه كنا في عز الصيف بقى اكتر من شهرين، وقعدت بره الثلاجه حوالي يوم كامل، ولا ساحت ولا جرى لها اي حاجه، بالعكس الكريمه كانت متماسكه جدا. ويا ريت اللي وصلت معاها لحد هنا والفيديو عجبها تصلي على النبي في التعليقات، وما تنسانيش ولا تبخل عليا باللايك والشير وتشير الفيديو لكل اصحابها عشان الكل يستفيد من الوصفه. ويا ريت دعوه جميله منكم ولكم بالمثل. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد بوصفه جديده ووصفه من وصفات رمضانيه مع رشا النشاوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.